إذا كانت اللغة هي التي تحفظ الأخلاق والقيم الإنسانية للتمييز بين الخير والشر والخطأ والصواب، فإن في اللغة الوطء كل شيء حلال بالهمجية التكفيرية، فهي لا تفرق بين الخير والشر وبين الخطأ والصواب بسبب تبديل الأسماء للأفعال الإجرامية اللا أخلاقية، بمثل الاغتصاب باسم السبي، الرشوة باسم المؤلفة قلوبهم، الابتزاز باسم الجزية، التعذيب باسم الحد، السرقة والنهب باسم الخمس الغنائم، الهمجية الإرهابية باسم الجهاد النكاح، التدليس باسم التأويل، التحريف باسم الاجتهاد، الدعارة باسم المتعة والميسار وأسواق الأسهم النخاسة، العبيد باسم ملك اليمين، الكذب باسم التقية، المبين باسم التفسير، الضرب المرأة ليس الضرب، الصلاة عبد الله الجبار ليس الصلاة. ولهذا أخبرنا ابن خلدون أنها لغة تخرج أمة متوحشة أينما حلوا حل الخراب، إذا جاعوا سرقوا، إذا شبعوا فسقوا.